العرب اللي ما نجحوش هيك المغرب نتاعكم. فتحي المولدي المحلل التونسي قال واحد الهضره اللي زوينه بزاف على المنتخب الوطني المغربي، وقال بان المغرب خصو يرفع الراس ديالو الفوق لانه الثامن من اصل 40 واحد. تابعوا الفيديو. المغرب ارفع راسك، 8 من 48 في الثامن 48 كاس عالم من كل القارات. انت وصلتنا، المغرب عايشتنا من 11 جوان ل 10 جويلية شهر، فمنتخبات خرجت بعد اسبوع و10 ايام. المغرب عايشنا، المغرب عايش البلاتوات العربيه. شكون اللي عايشنا؟ مصر ثم المغرب. والمغرب بين قوسين برشا ناس ربما تغلط، المغرب راهو تجاوزت مرحله بعد مصر، مرحله بعد مصر ثم النهائي، ثم النهائي. مصر في الدور السادس عشر. الربع، احنا عندنا قسوه، الربع احنا عندنا قسوه على المغرب، عندنا قسوه مش مبرره. شنو هي القسوه اللي عندنا على المغرب؟ وانه المره الاخرى في النصف النهائي لازم يجيك تربح وتهز الكاس وتروح يلعب وحدك معناها. ما نراوش للمغرب. انا اقول لكل جواد كبوه، تبقى الجواد نتاع المغرب 5 مرات رقصنا وشيخنا، والجواد كان يدور واحنا نشتهوا واحنا نتغنيو بالمغرب. عيب علينا اليوم نجيو نقولوا الجواد هذا هاو. لا عاد وقت نوليو نظلموا. شكون اللي يظلم؟ اللي يستنى في الدوره من العرب اللي ما نجحش، من العرب اللي ما نجحوش. هيك المغرب نتاعكم انت وصلت لها المغرب نتاعنا. ولهذا نقول انه المنتخب المغربي حقيقه شرفنا وعرفنا وقدم ما له، وما تقارنوش ب 22 قديش من منتخب بيهز كاس العالم الدوره اللي بعد يخرج من الدور الاول كثير. 98 فرنسا احسبهم الكل اللي هز كاس العالم وخرج من الدور الاول كثير. انك مره في الدور نصف النهائي ومره في الدور الربع النهائي، مش سهل هذا يمثل. المره هذه يستنوا فيك. ثم تلعب ضد شكون؟ تلعب ضد اقوى فريق في العالم، فريق فرنسا. فريق فرنسي ما عندوش ملاعبيه، راه عنده صواريخ، عنده صواريخ تجري. انا نذكر مدرب تونسي، هاي نعطيه لكم. ايه شو اللي صاير؟ مدرب تونسي يلعب ضد جمال الامام، لاعب التونسي جو شد المدرب يلعب ضد جمال، شد الظهير الايمن نتاع الفريق، قال له انت مش احسن جمال الامام. شغزروا في المحاضره قبل المقابله المدافع الايمن، قال له باهي نحصروا، يقول الموتور باش يخبط عليه. الرجل يزفيه زفيه سباط